تدرون معنى كلمة عمودية؟ يعني هذا الخط شنو؟ اخترق الحلقة. حلقة أو ملف أنا قاعد أدرس، زين؟ يعني الخط، هذا الخط وين دخل بالحلقة؟ بينما هذا الخط شنو؟ ما دخل بالحلقة. موازي يعني ما اخترق، يعني ما دخل الخط داخل الحلقة. تعال بابا. منو اللي حدد فيض يخترق حلقة؟ هنا يسألني يقول لي تعال انت بكذا قلت هذا دخل هذا ما دخل. من هو اللي حدد هذا الفيض اللي يخترق الحلقة؟ ان حلقة يدخل بها فيض شو يصير؟ وتعالوا هسه تشوفون. هو هنا السؤال قاعد يسأله، يقول لك فيض من يدخل حلقة، فيض من يدخل حلقة مو يصير تغير بالفيض؟ فيض يدخل حلقة مو يصير تغير بالفيض؟ هذا التغير بالفيض مال الحلقة كم طريقة بثلاثة. الفيض المغناطيسي عندما يخترق حلقة، باعش يخترق حلقة، شو يخترق؟ حلقة أو ملف. ايش قال؟ قال تعال انت مو قاعد تدرس حلقة. هو السؤال شو يقول؟ حلقة لو ملف؟ انت مو قاعد تدرس حلقة. هذا بعض هذا الفيض من يدخل الحلقة. المحاضرة الجاية راح اجيب لكم ادوات تجربة وهنا نشرحها. هذا الفيض يعني حلقة دائرية، حلقة دائرية يدخلها فيض. بس اريكم تتصورون، والكل وياي المحاضرة الجاية ان شاء الله راح اجيب لكم الادوات مال التجربة ونشتغلها سوا. حلقة يدخلها شنو؟ فيض. حلقة يدخلها شنو؟ فيض. حلقة يدخلها شنو؟ فيض. من يدخل الفيض شو يصير؟ تغير بالفيض المغناطيسي. عيد. حلقة يدخلها شنو؟ فيض. من يدخلها فيض شو يصير؟ تغير بالفيض المغناطيسي. هذا الفيض من يدخل الحلقة بثلاث طرق. هذا الفيض من يدخل الحلقة شبيه؟ ثلاث طرق. حلقة يدخلها فيض، حلقة يدخلها شنو؟ فيض. شو يصير؟ تغير بالفيض بس انا احكي. حلقة يدخلها فيض، حلقة يدخلها فيض، يصير تغير بالفيض المغناطيسي. وهذا التغير بالفيض المغناطيسي ترى بيه ثلاث حالات مال حلقة. حلقة يدخلها فيض، هذا الفيض من يدخل الحلقة ترى يتغير بثلاث حالات. يقدر